سالم، كنت بتعمل ايه مع الزفتة دي؟ ما دام شفتينا يبقى اكيد عارفه ان احنا كنا بنتغدى مع بعض. وغير الغدا كانت عايزة منك ايه بقى؟ تتجوزني. ما استبعدش عليها اي حاجة، اصلها بجحة. وانت ايه بقى؟ لسه بحسبها. لو لقيت انها هتخلصني من الكابوس اللي هعيش فيه بقيه السنه دي احتمال اوافق. للدرجة دي انا بقيت رخيصة في نظرك؟ بتقولها لي وتمشي كده من غير اي اعتبار لمشاعري كبني ادمة ليها كرامة؟ ليه القساوة دي؟ ليه معاملتك الوحشة ليا دي؟ انا من يوم ما دخلت بيتك وانا مراعية ربنا فيك وفي بنتك، وجبت لك الولد اللي بتتمناه من الدنيا. ليه كده؟ فاكر يوم جوازنا؟ فاكر كنت بتقولي ايه وفرحان ازاي؟ انا عاوز اعرف انا عملت ايه عشان ده كله. ايه اللي اتغير؟ انا غلطت في ايه؟ فهمني. انت واخده الموضوع على اعصابك لانك بصاله من بره. ست بتغير على جوزها، لكن اعكسيها. حطي نفسك مكاني، بدي ايدك في النار. حياتك من ناحيه وجوازك في الناحيه التانيه. وجوازك ده شرعا وقانونا لا هو حرام ولا هو عيب. لو انت مكاني تختاري ايه؟ تموتي ولا جوازة تفوت ولا حد يموت؟ مين قالك ان انا ايدي مش في النار ومش خايفة عليك وعلى حياتك؟ طب اعقلها انت. انا ليا مين غيرك في الدنيا؟ بس انا بشر يا سالم، مش ملاك عشان استحمل كل ده. مفيش اي حاجة تجبرك انك تستحملي. كل واحد فينا عنده طاقة على التحمل. وعلى فكرة في ناس كتيرة قوي ماتت لانها استحملت فوق طاقتها. اشوف وشك بخير يا عريس. بقول لك ايه، اوعى تخلي الجوازه تنسيك تشقر على ابوك يا اسامه عشان ربنا يبارك لك. حاضر يا سيد. حطها في عينيك، البنت غلبانه وبتحبك وملهاش غيرك. اما بقى بنت المجنونه اللي جوه دي، هي او البغل اللي عايز يتجوزها عملوا حاجه كلمني على طول. حاضر. اشوفك على خير يا بس. هوصلك على الباب. يا راجل يا طيب. هوصلك على الباب. يا راجل يا طيب، خش لمراتك. الف مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا سيد. دي مبسوطه مبسوطه. في حاجه يا سيد؟ ربنا يفرحكم. فروقه، بقول لك ايه، نعم. انا عايزك تغطي على غياب اخوك. ها، عينيك في وسط راسك ودانك في مكانها، ومش عايزك تروح تتسلط على باب العرسان زي ما قفشتك من شويه. سمعت حد بيصرخ قلت اشوف فيه ايه. ما انا عارف. بص بقى، حد بيصرخ، حد بيلطم، حد بيولع في الشقه، خليك في حالك. ما تزعلش مني على اللي حصل بيني وبين امك. لو شفت ابوك زعلان قد ايه مش هتزعل. معلش يا طارق. انا بحبك قوي يا سيد. وانا بموت فيك يا طارق. بص بقى، نسخه المفتاح دي اياك امك تعرف ان هي معاك، هتقلبها منك. عايزك تخفيها في مكان لا يمكن حد يوصل له. ما تخافش. اقول لك اضربها هنا. يلا. سلام. سلام. سلام يا سيد. مساء الخير يا هادي. سيد، طمني، باباك عامل ايه دلوقتي؟ ربنا معاه. انا قعدت معاه على قد ما اقدر، واخواتي هناك هيتابعوه ويطمنوني. بالمناسبه، انت قلت لي لو احتجتوها، وانا الحمد لله وديناه مستشفى ما تاخدش فلوس. ناس عاملاها لفعل الخير. اتفضلي سعادتك. بس انا ما طلبتش منك انك تردهم. كفايه ان انت فكرتي ان انا في ازمه، ودي عندي بالدنيا كلها. ممكن؟ ماشي، بس ممكن يعني لو احتجت اي حاجة في اي. ما تقلقيش، هتلاقيني بجح وابجح خلق الله كمان. استأذنك بس اخش استريح شويه. اتفضل.
فين؟ مالك في ايه؟ بدور عليك من الصبح وبكلمك على الموبايل، مرة مقفول ومرة مشغول. ابويا كان تعبان نزلت اطل عليه. اه صح، انا عامله سايلنت عشان انا جاي في طريق. خير؟ مفيش، الكلام اللي انت قلته لي امبارح كل دماغي، ما بقتش عارفة افكر. حلو قوي. خلي دماغك كده عماله تاكلك لحد ما اخش اريح، وبكره في البريك اساليني وانا اللي ربنا يقدرني عليه هبقوله لك. يا سلام، يعني انت تاكل دماغي وتقول لي كلام خليني ايأس وبعدين تقول لي ادخل انام؟ هاي، اهلا سالي. فاضية ولا اجيلك في وقت تاني؟ لا فاضيه. اديكي لقيتي حد تتكلمي معاه. خش ريح بقى وابقى ارجع لك تاني. ايه؟ هو في كده؟ ايه في ايه؟ يعني انا ارسم وتكتك واخطط واوصلك للي انت عايزاه وفجأة تختفي ولا حس ولا خبر؟ يا بنتي هو انا لحقت اخد نفسي ولا افهم حاجه من اللي بتدور حواليا؟ لا والله. يعني بعد ما كنت ويترس على الشط وفجأة بقيتي جوه الفيلا، عايزة تفهميني انك لسه ما خدتيش نفسك؟ ايه يا حلوة؟ ناوية تاخدي نفسك وانت في اوضة النوم ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك، انت مالك داخله عليا شمال كده ليه؟ عشان فجأة اختفيتي من على الشط وبتصل بيكي وما بترديش عليا. قلت ايه؟ هي القطة ناوية تخلع ولا ايه؟ انت مش شايفه انك مستعجله قوي على اني ارد لك الخدمه اللي عملتيها لي؟ يعني ايه؟ عايزة تفهميني انك لسه ما وصلتيش لحاجة؟ لا طبعا، هو انا هدوس لك على زراير اطلع لك معلومات؟ يا سالي صدقيني انا كنت امينه معاكي جدا والله، اول ما اوصل لحاجه هبلغك، بس انت اصبري. ابن الرزل ده. الو. ايوه. ماهر. ماهر مين يا ابني؟ ماهر باشا؟ اه باشا. اه فندم، لا مفيش، اصل كنت مسافر مصر ولسه راجع تعبان قوي. دلوقتي؟ برضه؟ بقول لك تعبان يا باشا. حاضر يا فندم. حاضر يا باشا. 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 الواحد كان طلع ظابط اسهل. هستنى. سلام يا حلوة. مع السلامه. ايه ده؟ انت خارج ولا ايه؟ اه خارج. هو انت مرات ابويا؟ وبعدين تعالي هنا. انت تعرفي البت دي منين؟ عادي يعني، بنت متغربه زيها، وبعدين تعالى لي انت هنا، انت تعرفها منين انت عشان تسالني انا معرفها ولا معرفهاش؟ راديو واتفتح يا بنتي. الله، انت ما كلمتيش وانت صغيره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي بالك منها وفتحي عينيكي. دي بلفت بسنت وريهان في نص يوم، واشتغلت مع بسنت بعد ما قعدت معاها نص ساعه بس، ما خدتش في ايديها غلوه. ماشي هاخد بالي. ايه ده؟ مش هنكمل كلامنا ولا ايه؟ والكلام هيخلص؟ احنا في قريه واحده يا بنت. قريه. مات؟ اتقتل. اتقتل ازاي يا باشا؟ انت مش قلت لي حادثه عربيه؟ بتدبرها يا سيد. في فرق كبير قوي بين الإصابة الخطأ والإصابة العمد. أنا متأكد كويس قوي إن اللي خبط أشرف كان قاصد يقتله. الله يرحمه. كان راجل طيب وابن حلال. عشان كده لازم حقه يرجع. ربنا يقدر سعادتك يا باشا. هيقدرنا سيد. إن شاء الله هيقدرني. بس أنت لازم تقف جنبي. انا يا باشا ساعدك ازاي؟ سالم الجرحي. سيادتك شاكك ان ليه علاقه بالحادثه؟ كل الاحتمالات مفتوحة قدامي لغاية ما أحط إيدي على الدليل. سالم كان عارف إننا بندور وراه في موضوع قتل رشاد الله يرحمه. حصلت بينا وبينه أكتر من مواجهة. مش بعيد يكون زهق من أشرف وحب يخلص منه. ايوه يا باشا، بس يعني ما توصلش للقتل. وده من وجهة نظرك أنت ولا وجهة نظر سالم؟ باشا هي المواضيع دي فيها كذا وجهه نظر. دماغي لفت. ده ركز معايا يا سيد. المعلومة دلوقتي تفرق عن الأول كتير. باشا عدم المؤاخذه، يعني انا مش فاهم حاجه. هو سالم الجرحي عنده عربية جراند شروكي سودا موديل 2010؟ لا النوع ولا اللون ده موجود في الثلاث عربيات اللي عندهم في الفيلا.
وتركز معايا يا سيد. يعني هو معقول هيخبطوا بعربيته الشخصيه؟ ايوه يا باشا، فهمتك. انت تقصد عربيه من عربيات القريه. هو ده. من النجمه. هقلب لك الدنيا عليها يا باشا. وبلغنا على طول. لو اني ما اظنش انها هتبقى لسه موجوده، بس هي محاوله يا سيد. الو يا باشا، السيد ابو الليف جوه عند ماهر بيه في المكتب. وعايز منه ايه؟ كان عايز يتقص على عربيه شروكي سودا، يشوف اذا كانت تبع القريه هنا ولا لا. ايه ده؟ معقوله بيشك فيا؟ اتجنن ده ولا ايه؟ تصدق سعادتك، بس ما تقلقش، انا نفيت له الفكره دي خالص. ايه ده؟ انت لحقت تيجي هنا امتى؟ انت طالع بمنظرين ولا ايه؟ سليمان بيه جاي يبلغك ان انا كنت في القسم من شويه يا باشا. تحب تبلغ الباشا ولا خلاص؟ خلاص روح انت دلوقتي يا سيد. تاني مره لما تعرف حاجه ما تبقاش تيجي على طول. ما تقلقش، انت دلوقتي بقيت مصدر ثقه. ولا ايه يا سليمان؟ اللي تشوفه سعادتك. تصبح على خير يا فندم. يبقى اتاكد ان حسونا فرم العربيه. هو في حد شاكك في حاجه يا باشا؟ ما تقلقش بالك، الولد الظابط بتاع الاسم بيدور على العربيه. صدقتيني لما قلت لك ان اللي زينا لازم يتفرج من بعيد لبعيد، وانك كان ممكن تحصل امك لو عرفوا انت جايه هنا ليه. ظابط زي الورد يفرح، كل مشكلته ان هو نخر ورا ابوك شويه. بعته اللي يخبطه بعربيه عشان يخلص منه. مات في عز شبابه عشان اتجرأ ودور ولا سالم الجرحي. يعني ايه؟ اسكت واسيب حقي ولا ارجع مطرح ما كنت؟ والله ما انا عارف اقول لك يا سماح. خايف اقول لك ارجعي مطرح ما جيت ابقى بظلمك. ازاي تبقي شايفه العز ده كله حواليك وتفضلي بصاله من البدروم، وان اخرك تبصي من شباك اوضتك على جزمه اختك اللي كمان كذا الف وهي معديه فوقيكي. ولو قلت لك نخربي ورا حقك عشان تقبي لفوق وجزمتك تبقى حيزه جزمه اختك، ممكن اكون ببعتك لقضاكي. ما فهمتش حاجه. احسن برضه، عشان لو فهمتي هتتعبي. اقول لك خليكي تتفرجي من بعيد لبعيد، جايز يجي اليوم اللي تقدري تطلعي فيه من تحت لفوق يا سماح. الو. ايوه بس انت انا باسم. باسم؟ ايوه باسم السباع مرمي في التخشيب ولا بتسالي عليه، ولا كاني ابن عمك. ده يا شيخه حتى الزياره مستخسره انك تيجي تزوريني، ونسيتي كل اللي عملته عشان خاطرك. طب اسمعني بس، انا هقول اسمعي لك. انت يا بنت عمي، انا لازم اشوفك وبسرعه. تروحي تقدمي طلب لزيارتي، بس خدي بالك لو اتاخرتي وما جيتيش هفصل الحكومه وابوكي مين كان ورا حاله التسمم اللي حصلت من راس السنه دي. انا مش هسكت. ها؟ سلام. تشكر يا دفعه. نبدأ. مش هتفتح الباب للراجل؟ قلنا مش هيعتبها تاني وخليه يخبط لبكره، برضه هيمشي في الاخر. كفايه ده انا هفتحي بقى، انا جاي جاهز والشو واخد مني رقات. طب انتوا اتجوزتوا وخدتوا نصيبكم من الحياه، انا بقى ذنبي اقعد اتعذب؟ هو حلال ليكم وحرام ليا؟ وجوزك اللي في السجن كان جوزي خلعته. انا سامع صوت جوه، يعني موجودين اهو. يا بنتي انت هتفضلي واقفه كده زي الصنم؟ هتشوفيه عمال يبيع ويشتري في امك وتفضلي ساكته؟ ما اقدرش اخالف اوامر جوزي، هو دلوقتي راجل البيت وكلامه يمشي على الكل واولهم انا. جوزك يا اختي وتحت باطك. طب وراجلي اللي بره ده؟ وبعدين بقى هعدي 3 واكسر الباب. 1 2. لم حالك ومحتالك واتكل على الله يا دوكش. انا سامع صوت حد بيتكلم ولا انا بيتهيألي؟ لف وارجع من مكان ما جيت، مالكش حد هنا خلاص. الله، ده صحيح بقى، يعني مش بيتهيألي. دخول بيوت الناس بالاذن والادب، والاذن ده مش هتاخده تاني خلاص. وماله؟ وانا هدخل كباريه ولا صاله حظ؟ ده حتى الجواز اسمه ونصيب. اقول لك على حاجه،
بلاش تفتح الباب، لان خلاص ما بقاش ليا كيف ادخل. لكن الشراعه كفايه تكفي الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك وزياده. وماله؟ نعم. نعم الله عليك يا سبا. اولا مبروك الجواز. انتوا مش اتجوزتوا ولا الخبر اللي وصلني مش صحيح؟ لا صحيح، لو انه ما يخصكش. ما يخصنيش ازاي بس؟ ده يخصني جدا، خاصة ان انا اطلع من عندك هنا على الاسم احاول انقذ انسان بريء اتهموه في قضية قتل. وانت عارفني مرضاش بالظلم ابدا. مالك بس؟ هو معقول الدكش اللي مخه يوزن بلد يغلط غلطة زي دي؟ ده حتى معروف عنه الذكاء والمفهومية في المنطقة كلها. ولا ايه؟ ايه؟ مش فاهم. اكيد انت عارف انك لو بلغت عن وردة بنت زبيدة، زبيدة مش هترضى تتجوزك بعد ما ترمي بنتها في السجن. ولا ايه يا زبيدة؟ بنتها ايه؟ بنت مين؟ ما ترد يا زبيدة، انا مش فاهم حاجة. مين بنت مين؟ ايه ده؟ هي ضحكت عليك انت كمان وما قالتلكش ان وردة تبقى بنتها البكرية مش اختها الصغيرة؟ بنتها؟ يا عم انت هتجنني ولا حكايتك ايه معايا بالظبط؟ يعني لا بحبه ولا اقدر على بعد يا حسونه. طب كبر الموضوع ليه يا صاحبي بس؟ مكبر ايه بس يا حسون؟ انا عايز افهم بقى، انت عايز ايه من سالم الجرح بالظبط؟ ابدا يا سيدي، شويه فكه يروحوا ويرجعوا بالسلامه زي كل مره. صلاة النبي صلاة النبي يا سونس، لحقت تخلص اللي معاك يا بسم الله ما شاء الله، خمسه وخمسه يا ابو العز. ايه هو النق بقى على الكيف وعيني عينك كده ولا ايه؟ ما انت شايف حال البلد، الطلب بقى جامد قوي على السلاح اليومين دول. ما انت عارف يا حسونه، السلاح بيروح لمين؟ يروح مطرح ما يروح. هو انا جايبه عشان يقعد في ارابيزي؟ يعني انت تخلص من السلاح اللي في ارابيزك يا حسونه والبلد تولع في بعضيها؟ لا وشوف مين اللي بينصحني يا ابو العز، البلد لو ولعت ده في مصلحتك. في مصلحتي انا؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. البلد لما تولع الناس مش هتبقى طايقه بعضها ولا طايقه نفسها. تعمل ايه؟ تلهي نفسها. ازاي؟ بالضرب. من عند مين؟ من عند ابو العز. ساعتها ابو العز ياكل الوز. يا ابن اللعيبه، ده حته تذكروها يا حسونه، ما يلعبوش غير كريستيانو ليوناردو في كلاسيكو. هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ في موضوع سالم. هو انا بقول من الصبح؟ موجاتي حبيب قلبي، من بعد الأشواق والسلامات ببعت لك كل دقيقة جواب، من أول ما أصحى لحد كده. وكفايه موجه في ايه تاني؟ هات التليفون الله لا يسيء. من عينيا. اتفضل يا سيد الرجالة. موجاتي ربنا يخليها لك. احلى صباح على حبيب الملايين. دلوقتي يا باشا احنا عازمين نفسنا على الغدا عند معاليك انا وحسونه، وهنجيب لك معانا محامي الشيطان ابو اليزيد. اصل حسونه يا باشا معاه قرشين بينقحوا عليه وعايز يجي لسعادتك. ومال عشان خاطرك انت بس، ولو اني كنت ناوي اسيبه يرن شويه، انما يكرم عشان خاطر عيونك. تمام، مع السلامه. لا لا لا، ايه مالك مالك زي ما تكوني اتكهربتي كده. حضرتك تأمرني بحاجة تانية؟ مش لما تقولي لي مالك الاول، انا اول لما لمستك بالغلط كده لقيتك نطيتي كنت هتخبطي في السقف. اسفة، اصلي اتخضيت. سلامتك من الخضه. حضرتك تأمرني بحاجة تانية؟ مش دلوقتي، اتفضلي. سيد أنا مخنوقة قوي وما عنديش حد أثق فيه عشان أقدر أتكلم معاه. سعادتك قولي كل اللي انت عايزاه وانت مطمنه،
واول ما هتخلصي كلام ولا اكنك قلتي حاجه. تصور ان جوزي بيفكر يتجوز عليا. كل ده عشان ايه؟ عشان قرايه فنجان. ولما قلت له ازاي هتعمل كده، قال لي عادي، اي حد لو مكاني لو خيره هيختار اللي انا اخترته ده. انت لو مكانه يا سيد هتختار ايه؟ ولو اني مش فاهم اي حاجه من اللي سعادتك قلتيها، بس كل اللي انا متاكد منه ان انا اموت قبل ما ازعلك مش هتجوز عليكي. خدي. ايه ده ان شاء الله؟ وانا معقوله هخرج بردك وانت بره؟ ده مش عشان تخرجي، ده عشان لو حصل حاجه لا قدر الله وانا بره تعرفوا تخرجوا من الشقه. اذا كان كده ماشي. خلي بالك على نفسك. خلي بالك انت على نفسك، انا قاعده في البيت هيجرى لي ايه؟ اجيب لك ايه وانا جاي؟ بتضحكي عليا مجنونه انت. اصلي متخيلك وانت راجع لي اخر اليوم وشايل لي البطيخه في ايد والجورنال في الايد التانيه ولافف لي منديل محلاوي كبير حوالين رقبتك تمام زي بتاع ابو حفيظه كده. ابو حفيظه؟ الله يحفظك يا ستي. بهزر معاك. شوف انت نفسك في ايه وقولي، ترجع تلاقيه جاهز ومستنيك على سنجة 10. عايزك انت على سنجة 10. لا اله الا الله محمد رسول الله. في حاجة؟ خلاص قلبك بقى حجر ناحيتي يا وردة. انت اللي حاولتي الحجر. ولاد فرحات لفوا دماغك وضحكوا عليكي وقسوكي عليا بعد العمر اللي عشناه كله مع بعض وسرنا واحد. محدش عمل فينا كده غيرك. عيشتيني عمري كله وانا مش عارفه اقول الحقيقه للناس، لحد ما صدقتي فعلا ان اختك مش بنتك. العيال كتيره وانا منى عيني انام في حضنك زي اي بنت في سن، بس انت حضنك كان دايما مشغول بالرجاله اللي بتتجوزيهم. ده انت قلبك معبي بقى وكاتمه وساكته وجايه على نفسك ليه يا حبيبتي؟ بصي يا ورده، احنا فيها واللي اتكسر يتصلح. خلاص الدكش عارف كل حاجه، عارف ان انت بنتي مش اختي، والدكش هيقف جنبك زي ما اسامه قالك، لا يمكن يأذيكي عشان ما يخسرنيش وما يخسرش جوازتنا. ها قلتي ايه يا ورده؟ هاتي المفتاح بقى، هاتي المفتاح ربنا يهديكي. كله الا المفتاح. هاتي المفتاح يا بت. لا يعني لا يا بت هاتي المفتاح، خليني انزل اقابل الدكش، خلي الليله دي تعدي على خير. بت انت يا بنت هجريك من شعرك هبططك. يا بنت هاتي المفتاح، هاتي المفتاح، هاتي المفتاح. سما لا يعني يا بنت يا بنت تعالي هنا، تعالي هنا يا بنتي، تعالي. مالك ايه اللي جرالك؟ كنت حنينه عليا وانت اختي، ايه اللي جرالك وانت بنتي؟ افتحي يا ورده، فاكره علا زمان؟ هتشوفي بس تقعي تحت ايديا. ماشي ماشي يا ورده. اتفضل يا فندم. نادر. في ايه يا عم مالك؟ اتسرعت كده ليه زي اللي مسك سيرك عيال؟ لا مفيش حاجه. طب ايه؟ هتفضل متنح وتضيع عليا الفيلم ولا تاخد تذكره وتوريني الكرسي بتاعي فين؟ اتفضل. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الاستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا. يا خالو ما هو انا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. شكرا يا اسامه. هو انا واقع الدرجات يا خالو؟ امسك. ايوه. لا شكرا. يا جدع امسك، عيب ما تتكسفش، ده انا اول مره ادي لحد بقشيش. امسك. بقول لك ايه؟ سيد فين؟ وانت مالك ومال سيد؟ عايز منه ايه؟ عبد المأمور، الحكومه اللي عايزاه وانا بنفذ الاوامر. ولا انت نسيت انه هربان من الحكومه؟ طب ولما انت عارف ان هو هربان من الحكومه ما مسكتوش انت ليه فتك؟ هيحصل. انا اصلي دورتها في دماغي، لقيتك حاسبها صح ودماغك كبيره صحيح. بالعقل كده زبيده هتوافق تتجوزني ازاي لو انا سلمت بنتها لحبل المشنقه؟ مش كده برضه؟ كده. عشان كده بقى انا جيت لك هنا النهارده عشان تشوف وتختار هتسلمني مين، مراتك ولا اخوك. وانا مش هتشرط عليك، براحتك خالص.
بس انا مش هرجع بايدي فاضيه. اقعد مع نفسك لغايه ما الفيلم يخلص، فكر وارسى على رايي. بقول لك ايه صحيح، في بره مكنه فشار، ما تجيب لي قرطاس فشار اتسلى فيه لحد ما تشاور نفسك او تشاور اخوك. حاضر. حضر لك الخير يا أس، بس وحياة شدة ابوك تتاخر عليا، ما احبش الفيلم يبدا والفشار مش في ايدي. يا اسامه. ايوه يا سيد. مالك يا ابني، في ايه؟ الدكش ده عندي هنا في السينما وبيخيرني يا اما اقول له على مكانك يا اما هيبلغ عن ورده في موضوع زنات القديم، وانا مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه، انا وفي الامان وما يعرفليش طريق، ومراتك في بيتها مع امها مقفول عليها بابها، وهو عمره كده كده ما هيخسر زبيده يا اسامه، ما انت عارفه. بقول لك يالا، اكرته على قفاه، اوعى يحس ان انت خايف منه. ايوه بس انا مش هقدر اضربه على قفاها اترفد، ما الزفت ده محسوب عليا زبون دلوقتي. يا ابني هتعوج لي بقي، هتشيل اكنك يا اسامه، اكنك كرته على قفاه. جامعات ايه اللي درستوها دي؟ واحد فشار بسرعه والنبي يا فتحي. لا مؤاخذة. ولا يهمك يا عم. بقول لك مين فشار؟ حبيبي يا فتحي. هو الحمام منين؟ شكرا. الفشار. ما تسيبك من فشار وخلينا في اهم الانباء. سيد اخباره ايه؟ لا اطمن، هو جاي قريب عشان يقعد معاك وتتفاهم. امتى؟ لا ما حددش. يعني ايه ما حددش؟ هفضل انا قاعد مستني وصول حضرته؟ يا سيدي انا بنقل لك اللي قاله، لما تشوفه بقول له اللي نفسك فيه. اروح اشوف شغلي بقى ولا ايه رايك؟ وماله؟ مش عيب. بقول لك يا عم عمر، الموبايل ده لقيته في الحمام، خليه معاك، كان صاحبه يسأل عليه. كتر الف خيرك حبيبي يا صاحبي. حلو الفيلم؟ حلو الموبايل؟ حلو الموبايل. جيب فشار. خد فشار. الو. ايه يا مين جلال؟ بقول لك ايه والنبي، عايز اديك كام نمره كده تقول لي مكانهم فين بالظبط، الله يصلح حالك. تعيش يا عم جلال. اكتب ورايا. كان لازم توصليني يعني ان هديلك عشان تيجي تزوريني ولا ايه؟ شايفني يعني خبيره قوي في اللي المفروض يتعمل في الظروف دي واللي المفروض ما يتعملش؟ انا لازم اخرج من هنا باي طريقه، انا مش جاي من اخر حته في الدنيا عشان اتحبس في البلد دي. طب ودي اعملها ازاي؟ اتصرفي، انا لازم اخرج من هنا. بس ممكن تهدى وتفهم؟ قولي يا بسنت عايزك تعملي كذا وانا هعمله لك، بس ما تسيبنيش كده وانا مش عارفه اعمل ايه. تشوفي محامي يفهم في الكلام دوت وتحكي له القصه وتديله قرشين فوق فلوسه وتسيبيه هو يتصرف. حاضر. المهم عشان ما تضيعش وقتك على الفاضي، المحامي اللي انا عايزه مش مهم يبقى مشهور، انا عايز محامي صايع وليه في الشمال، فاهمه؟ طب وده اجيبه منين؟ شوفي الزفت اللي اسمه سيد. سيد؟ سيد، امال برحوم يروح يرميني في السجن، يقبض هو الثمن من ابوكي. سيد، وانت ممكن تستخدم السلاح ده على اي حد. صدقني سعادتك، انا عمري ما فكرت اني اشيل سلاح، بس دلوقتي لازم اشيل سلاح، بقت شغلتي بقى، لازم احمي اللي بحرسه، بس عمري ما فكرت اذا كنت اقدر استخدمه ولا لا. دي بسنت هانم، ممكن ارد؟ ايوه هانم. دلوقتي؟ طيب ممكن تديني ساعة زمن بس واكون عند حضرتك؟ أنا في مشوار شغل مع ريهام هانم. لا مش هقول لها طبعا. مع السلامة. هي بسنت متعودة تكلمك كده على طول في أي وقت؟ لما بيكون ليا غلط في حاجة بس. يعني إيه؟ مش فاهمة. عايزة الصراحة؟ لو تحب. هي غالبا مكلماني دلوقتي عشان تعرف أخبارك. أنا نسيت أقول لك،
انها هتدي له دبل المرتب عشان اتجسس عليكي.